عارف ليه أغلبنا بيفشل في إنه يغير حياته؟ عشان مستنيين المعجزة اللي هتحصل في يوم وليلة. الحقيقة إن التغيير الحقيقي ما بيجيش من القفزات الكبيرة، بيجي من 1%. جيمس كلير في كتاب Atomic Habits بيقول لنا قاعدة رياضية بسيطة بس مرعبة: لو قدرت تتحسن كل يوم 1% بس في أي حاجة بتعملها، في نهاية السنة هتلاقي نفسك بقيت أفضل ب37 ضعف من اللي كنت عليه. المشكلة إننا بنستعجل النتائج وبنقع في حاجة اسمها وادي الإحباط. لما تحس إن مجهودك الصغير مش باين، بس الحقيقة إن المجهود ده مش ضايع، هو بيتخزن. زي المية اللي بتغلي عند درجة 100، هي محتاجة كل درجة حرارة صغيرة سبقتها عشان توصل للحظة التحول. ما تركزش على الهدف البعيد وتتخض، ركز إنك تكون النهاردة أحسن من امبارح ب1% بس. صفحة واحدة زيادة، سطر كود واحد، أو 5 دقايق رياضة. العادات الصغيرة مش هي اللي بتعمل الفرق، هي اللي بتبنيك من جديد. قولي في التعليقات، إيه 1% اللي هتبدأ بيه النهاردة؟